كنا في وقت متأخر في نص الليل لما كنت قاعد قصاد هدى في ترابيزة واحدة في مطعم كان وقتها فاضي تماما ومفيهوش غير. كانت كعادتها جميلة جدا. احنا كنا منفصلين من شهور. حاولت كتير اننا نرجع لبعض لكن كانت دايما رافضة انها حتى تقابلني عشان نتكلم. لكن المرة دي وافقت. عشان كده أول حاجة نفسي أقولها لها: هدى أنا بحبك وسعيد جدا إنك وافقتي تقابليني. انتي وحشتيني جدا وبجد نفسي نكون مع بعض دايما. الجملة دي اللي كنت بدرب نفسي عليها إن أقولها لما وقفت قدام المراية بتاعة الحمام، لكن في الحقيقة ما قدرتش أقول لها كده. هي كانت حاسة باللي عاوزة أقوله، لكن كالعادة خيبت أملها. ودي كانت نفس المشكلة إن نهت علاقتنا من شهور. هي عايزة ترتبط براجل قوي وجريء، وأنا ياما حاولت، لكن للأسف دايما ببقى خايف ومكسوف حتى إن أقول لها كلام حلو. كنت شايف في عينيها نظرة وكأنها بتقول لي يلا قول، لكن أنا رد فعلي إني بصيت على الطبق اللي كان فيه السندوتش اللي قدامي. وفجأة سمعنا صوت صرخة كبيرة جدا في المطبخ. الصوت كان طالع من الباب المعدني اللي بيدخل على المطبخ. بصيت على هدى، لقيتها هي كمان بتبصلي ومصدومة من الصوت برضه. الأكيد إن في مشكلة حصلت في المطبخ، بس أنا ما كنتش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. قالت لي قوم شوف في إيه، اعمل أي حاجة. أنا طلعت موبايلي من جيبي واتصلت بالشرطة وشرحت لهم الوضع ووصف المكان، لكن هدى كانت بتبصلي باستغراب وغضب وقالت لي إنها مش مبسوطة بالتصرف ده، وإن لازم أقوم أشوف فيه إيه اللي حصل ومبقاش جبان. قلت لها